السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي أكل وتحلاية مع أم وليد. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل معاكم فطاير السبانخ أو معجنات السبانخ. مثل ما بتعرفوا هسه موسم السبانخ، بدنا نستغل هذا الشيء، فلا تنسوني من الاشتراك واللايك. بسم الله وعلى بركة الله. عندي هون في وعاء عميق راح أحط كوب من الحليب الدافي وكوب ونص من المية الدافية. الكوب اللي أنا استخدمته مثل ما بتعرفوا 250 مل. بعدين عندي ربع كوب من السكر الحبيبات، وعندي معلقتين من الخميرة الفورية، وعندي كمان معلقتين من لبن الزبادي بدرجة حرارة المطبخ. طبعا كله إن شاء الله رح يكون موجود في صندوق الوصف. بحركهم حتى تذوب عندي الخميرة وأتأكد من ذوبانها. بعدين وضعت بياض بيضتين وحركته البياض واحتفظت بالصفار حتى أدهن في وجه المعجنات إن شاء الله. حركتهم تماما. بعدين جبت 3 أكواب من الطحين المنخول وحطيتهم فوق السوائل، وبحركهم حتى أتأكد من ذواب الخميرة عفوا من ذواب الطحين تماما زي ما هو موضح بالفيديو. كان عندي هيك. بعدين بغلف الوعاء وبتركه حتى تفور عندي الخميرة وأتأكد من فورانها. طبعا أنا كنت عامل قبل هيك ب10 دقائق كنت عامل خليط ثاني وعندي فار وجبته أمامكم. حطيت عليه نصف كوب من الزيت النباتي، وحطيت عليه معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وبحط عليه معلقة صغيرة من الملح. وبعدين ببلش أحط بالطحين. بدي أحط هون 4 أكواب من الطحين، وأحط الكوب الخامس احتياط. طبعا إحنا هيك كنا حاطين 3 أكواب بالأول، وهسا بدنا نحط 4 صاروا 7 أكواب، وبدنا نحط الكوب الثامن على جنب احتياط إن نحطه تدريجيا. حطيت الأكواب ال4 وببلش أعجن فيهم زي ما هو موضح عندكم بالفيديو حتى تمسك عندي العجينة وتبطل تلتصق معاي بالإيد. هاي الكوب الخامس بلشت أضيف فيه، وكانت عندي النتيجة هيك، وما ضل معي تقريبا بالكوب الخامس إلا معلقة واحدة. بدي أحطه على جنب حتى تخمر عندي العجينة. هون عندي أنا 2 كيلو من السبانخ، قطعتهم زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم مية حتى اني اغسلهم. طبعا بفركهم من التراب الا ما يكون فيهم تراب، بغسلهم مرة ومرتين وثلاث حتى يروح منهم التراب نهائيا. بعصرهم، طبعا هذا الفوج الاول بالنسبة إلي، بعصرهم لما تصير تطلع عندي المية نظيفة وما فيها نهائيا تراب. هيك أنا غسلتهم 3 مرات أو 4 مرات. بعدين جبتهم وحطيت عليهم ملح وببلش أفرك فيهم، أعصر فيهم حتى تطلع عندي ميتهم ويذبلوا. طبعا تقدر تذبليهم على الغاز لو بدك، في ناس بتذبلهم، بس أنا بحبهم يضلوا بهذا الخضار. عصرتهم أول مرة زي هيك زي ما انتم شايفين. عفوا هاي المرة الثانية أنا كنت بعصرهم، عصرتهم من الملح. شايفين المية اللي طلعت منهم؟ ممكن انك تعملي فيها عجينة السبانخ، وان شاء الله للمرات القادمة رح نرجع نعمل فيها فطاير سبانخ. عندي هون حبة بصل قطعتها ناعم، حطيت عليها ملح، وحطيت عليها معلقة كبيرة من السماق، وحطيت عليها تقريبا ربع كوب من عصير الليمون أو أقل كمان، وبفركهم. ممكن برضو انك تذبلي البصل على النار، في ناس كتير بتعمل هيك، بس برضو انا حبيت اني اذبله بالملح زي ما عملت مع السبانخ. حطيت فوق السبانخ الان مطيبات. بدي احط معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وبدي احط معلقتين كبار من السماق، طبعا السماق البلدي، وبدي احط ربع معلقة من ملح الليمون، وبدي احط ثلث كوب من زيت الزيتون. بدي احكي ملاحظة هون، بعد ما انت تحطي كل هاي المكونات وكل هاي المقادير، اذا بتحبي بتذوقيه بده اياتا اشي بتحطي عليه. اما بتكون الكمية قليلة وتزيديه افضل ما تكون كثير وما تعرف تتصرفي فيه. بعدين حطيت معلقتين من دبس الرمان واختياري وحركتهم. هون عجينتنا لما خمرت ما أحكي لكم عن طراوتها، بسم الله ما شاء الله عنها. في صدر حطيت طحين، وبدي أبلش أقطع فيها التقطيع الحجم اللي أنا بدي إياه زي ما أنتم شايفين بالضبط. بتحبيه كبير بتحبيه صغير، هذا إشي بيرجع إلك. قطعت العجينة، بتقطعيها بالطريقة اللي بتناسبك أو بالطريقة اللي بتعرفيها، ما في مشكلة.
بعد ما قطعتها، طبعا هاي مش كل الكمية، في كمان نص صدر ثاني حطيت، بغطيهم وبتركهم 10 دقائق حتى يرتاحوا. بعد ال10 دقائق خمروا عندي شوي، جبت هون عندي لوح وحطيت عليه شوية من الطحين وبدي أعملهم بشكل دائري. بفرد العجينة معي بشكل دائري، ممكن طحين وممكن زيت، وأنا راح أعمل زيت على زيت، أدهن لوح التقطيع بالزيت. حطيت كفايتهم من الحشوة وبعدين بطبقهم بشكل مثلث، وبرجع بسكرهم من الأسفل، وبحكم التسكير حتى ما تفتح عندي حبة المعجنات أو أقراص السبانخ. بحطهم على صينية عليها ورق زبدة، بتدهنيها بزيت اللي بناسبك. وهي واحدة ثانية كمان حطيت عليها زيت، إذا بتنتبهوا على لوح التقطيع في زيت، وبدي أسكرها بطريقة مختلفة شوي زي ما أنتم شايفين، وبشد عليها لأنه معاها زيت غلبتني شوي الصحيح وفتحت أكثر من مرة. يعني اللي زي هيك بدك تسكريها بطحين أو ترقيها عفوا بطحين، بيكون أفضل وأسهل لك. سكرتها هيك، وبعدين جبت صفار البيض، حطيت عليه معلقتين من الحليب السائل، وحطيت عليه ربع معلقة صغيرة من البابريكا، وحركتهم. وبدي أدهن القراص تبعوتنا أو المعجنات، رشيت عليها اختياري طبعا سمسم وحبة البركة. وأنا سخنت الفرن، بدي أحطه آخر رف من أسفل الفرن على درجة حرارة 200 أو 220 حتى يتحمروا من تحت، وبعدين برفعهم على الشواية وبحمرهم من فوق. وكانت النتيجة هيك، طعمهم ولا أروع منه، وريحتهم بتشهي، حتى تحميرهم كان الحمد لله موفق. وجبة فطور، وجبة غدا، وجبة عشاء، قيمتها الغذائية عالية. بنصحكم تجربوها مع كاسة شاي، ولا أطيب منها مع الشتوية. الله يطعم كل مشتهي، ولا أطيب من هيك، وصحتين وعوافي.